السلام عليكم، كيف عاملين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نقدم لكم بعض الاحداث مسلسل جنين. المهم اصدقائي، غادي نقول لكم فاروق في الاول اللي كان كيتقرب من عواطف، وكان كيبين لها بانه كيبغيها، وكان كيقول لها بان خالد راه ما يصلحش ليك، انت واحد الانسانه زوينه، واحد الانسانه اي واحد يتمناك. من بعد فاش دخل لي هذيك الهضره مزيان لدماغها وقالت مع راسها علاش لا اللي ما نمشيش انا نقلب في جهه اخرى، ما بقاش غير حاضيه خالد. المهم اصدقائي، غير طلقات شفنا بانها خادها خالد، وديك الساعه يعني السيد ما تنفنف لا هكا لا هكا. خالد طامع في داك الذهب ديال العواطف، دوك الفلوس، طامع في اي حاجه ديال عواطف اصدقائي. علاش تزوج بها فاروق؟ ماشي غير على ود الذهب وعلى ود الفلوس، لان اصلا فاروق واحد الانسان اللي لاباس عليه، يعني الريستورات، الدار، الفيلا، كيفاش انه هو غادي يطمع في داك الذهب ديال عواطف. فاروق اصدقائي السبب الحقيقي علاش تزوج بعواطف ان باغي يدي كل شيء ديال خالد، ماشي لحقاش عواطف عندها الفلوس، باغي يدي ليه كل شيء باش خالد هو ما بقى عنده حتى شي حاجه، لان كيغير منه من البدايه ديالو. كان كيغير منه، كيشوفوا عنده كل شيء، والديه لاباس عليهم، عنده اي حاجه، عنده مرا زوينه عنده، ولكن هو ما عنده حتى شي حاجه. وزائد ان كيغير منه فاش كيبقاو يدوروا به البنات وهذه. داكشي علاش اصدقائي فاروق قرر باش انه ينتقم من خالد، داكشي كامل غيره. لحقاش اصدقائي راه بحال كيما وقع لصفاء مع الصديقه ديالها. صفاء الصديقه ديالها بانت على حقيقتها، يعني صفاء فاش طاحت وما لقاتش اللي يعاونها وما بقاش عندها الفلوس، يعني فاش جات عندها صفاء شفنا التعامل كيفاش تعاملت معها خايب. يعني هي كتغير منها فاش كيجي عندها نبيل، كتغير منها فاش كتوصل شي حاجه، كتحقق شي حاجه. هي بغات ديما تبقى ما دايره حتى شي حاجه، يعني تبقى في بلاصتها ما يتزاد عليها والو. كتكون ديك الغيره، كيكون داك الحساد ما بين الاصدقاء. مهم ماشي كلشي ولكن معظم. المهم فاروق اصدقائي هادشي اللي وقع ليه، حتى هو بقى طامع عليه في مرتو حتى وصل ليها. من بعد فاش وصل ليها السيد بحال صافي طلعت ليه فراسو، وقال مع راسو هادي غادي تبقى تبرسطني، ارا نبقى نعاملها هاد التعامل، نضربها كاع وشنو فيها باش السيده تمشي في حالها. المهم اصدقائي فاروق شنو هي الخطه اللي دار؟ فاروق راه واحد الانسان اللي هو غدار. فاروق اصدقائي راه ما مجوجش بعواطف، فاروق راه العقد ديالو بعواطف راه مزور. هذا الشيء اللي غادي تكتشف هي في الاحداث المقبله. يعني من بعد السيد ما غادي يبقى يضربها وهذه، غادي تقول ليه طلقني، وغادي تقول ليه الى يعني خاصك تطلقني وخاصك تعطيني الحقوق ديالي كاملين، هادشي كامل خاصك تعطيه ليا. المهم اصدقائي فاروق فاش غادي يوقفها عند الحد ديالها وغادي يقول لها بانك انت اصلا انا ما مزوجش بك، حيت اصلا هو فاش طلقت عواطف دغيا قال لها نتزوجوا دغيا، يعني داك الزرب، داك الزواج بيناتهم زرب ما بين 4 شهور صافي لقاهم هما مزوجين. يعني طلقت من خالد، بقات واحد 3 شهور وتزوجات بفاروق. المهم اصدقائي يعني عواطف فاش غادي تكتشف هذا الشيء في الاحداث المقبله، وغادي تكتشف بانها اصلا ممزوجاش بفاروق، واصلا ما غادي تدي منه حتى شي حاجه. ودوك الفلوس وداك الذهب اللي عطاتو، واش عندها شي دليل؟ واش عندها شي حجه اللي كتثبت بان عطاتو شي حاجه؟ ما عندها حتى شي حاجه. ولو يقول لها بانك انت عطيتيني، يعني غادي يقول لي هذاك الذهب وداك الفلوس بالسلامه منين جبتيه؟ الا بغيتيني نفضحك مع تاجه. حيت اصلا عفوا فاروق كيعرف كل شيء على خالد، كيعرف كل شيء على عواطف، كيعرف عليهم اي حاجه. يعني عارف بان تاجه مشى ليها الذهب ديالها، وان تاجه الا مشات عند البوليس راه غادي تشد هذا اللي خدا الذهب وداك الذهب ودوك الفلوس. فاروق غادي يقول لها الا قلتي غير شي حاجه راه غادي نمشي نفضحك، يعني انت اختاري واش غادي تخرجي مع الباب وتمشي في حالك، ولا غادي نمشي نقول لهم بانك انت اللي سرقتي الذهب. يعني اصدقائي غادي نشوفوا ان عواطف غتصدم واحد الصدمه كبيره. يعني داكشي اللي ما كانتش متوقعه من فاروق غادي تطيح فيه، لان اصلا فاروق هو راه ما باغيش يتزوج. راه شفنا اصلا كيفاش كان كيهضر مع الام ديالو، فاش قالت لي خاصك ولدي تزوج، قال لي هلا امي انا ما غاديش نتزوج. قالت ليه انا غادي نعزلها ليك، انا غادي نشوف لك شي وحده اللي تصلح ليك، شي وحده هذه. قال لي هلا انا ما غادي نتزوج حتى نبغي شي وحده. واصلا راه ما كيبغي حتى شي وحده. واصلا علاش طلق المره الاولى؟ طلقها لحقاش اصلا هو ما فهمش معاها التفكير ديالو في الشكل. هو ما باغيش انه يعمر دارو، ما باغي لا ولاد لا حتى شي حاجه. فاروق باغي غير الفلوس، فاروق طماع وغدار ونصاب. فاروق ما غادي يصور حتى شي حاجه
لان هو غدر عواطف غادي ديرها به في الاخير. يعني فاش غادي تصدمها غادي تقول لها الام ديالها كيفاش نتيا ممزوجه، يعني غادي تقول لها ما تخرجيش ليه من الفيلا. راه تما فين غادي تجلس هي وياها وغادي تقول لها انت خاصك ديري لهذا شي حاجه، او كيفاش انت ممزوجه ما حتى شي حاجه وجالسه عنده وفي الاخير غادي يلوحك للزنقه، ما غادي تصوري حتى شي حاجه، لا ريال لا جوج، ما عندك حتى شي حق. فين غنمشيو حنا؟ الام ديالها هي غادي تولي تفكر غير راسها، غادي تقول لها شكون اللي غيبقى يصرف علينا، شكون اللي غيعطينا الفلوس، شكون اللي غادي يخلص لينا الكرا، حتى خالتك اللي كانت كتخلص لينا ها هي تعاملت معاها خاي، ما غاديش تبقى تشوف فيا حتى الشوفه. تما فين غنشوف اصدقائي غادي تبدا تعطيه واحد الدواء اللي مجهد بزاف، واحد الدواء اللي غادي يطيح فاروق الارض، ما غاديش يقدر مازال يتنفنف لا هكا لا هكا. وتما فين غادي تبدا دير الخدمه ديالها، غادي تبدا تهز ليه شي وراق، مهم شي حاجه كتعلق بالريستورا، شي حاجه كتعلق بديال فاروق. تما فين غادي تبدا تسيني ليه هو بالسيناتور ديالو. المهم اللعبه الكبيره ان عواطف غادي تبغي تدي كل شيء الفاروق. تما فين غادي اصدقائي تبدا، يلا غادي تبدا الخطه ديالها. شكون اللي غادي يخسرها ليها؟ غيخسرها ليها حموده، هو اللي غادي يخسرها ليها، هو اللي غادي يصفيها البهيجه فاش غادي يلقاها كتغدرو مع داك الشخص اللي كان شافها معاه. فاش غادي يصفيها ليها يعني غادي يضربها المهم غادي يضربها، هي غادي تقول لي لا حموده ما ديرش هكا واش بغيتي تمشي للحبس. غادي يقول لي علاش غدرتيني؟ بهيجه حقرت حموده، يعني واخا هكاك ما عطيهش قيمه، ولكن حموده فاش غادي تقلق هاد المره وغادي يعرف بانه كتفلى عليه ما غاديش يبقى مازال داك الظريف وتحقرو السيد. صافي غادي يجمع ويطوي يشدها وغادي يقول لها اليوم نصفيها ليك، ديتي ليا رزقي، ديتي ليا حياتي، ديتي ليا عمري، ديتي ليا الاحلام ديالي، كتفلي عليا كتضحكي عليا. المهم تما فين غادي يضربها وغيصفيها ليها. وكما قلت لكم اصدقائي حموده هو اللي غيخسر الخطه العواطف والام ديالو. يعني فاش غادي يكونوا هما غاديين واحد السيستم باش يديو كلشي الفاروق، غادي يخسرها ليهم حموده وغادي يوقفوا معاه. يعني غادي هما اللي غادي يسكتوا، يعني ما غاديش يمشيو عند البوليس وغادي يقولوا بان حموده رصفها البهيجه، غادي يسكتوا وغادي يبقاو معاه في الخطه. مهم غيبغيو هما يديو كلشي الفاروق باش يمشيو يغبروا وصافي يمشيو في حالهم. ولكن كلشي غادي تفضح وعواطف غتفضح في الاخير، وبان هي نيت اللي سرقات الذهب، وحموده والام ديالهم كما قلت لكم حتى هي غادي تفضح معاهم. والمهم اصدقائي عطيتكم بعض احداث مسلسل جنين اللي عنده احداث توقعات يخليهم لنا في التعليق. ما تنسونيش بلي لايك، زيدوا تشجعوني اكثر واكثر انني نحط لكم الجديد. باقي الاحداث جد مشوقه في هذا المسلسل، باقي بزاف ديال الحوايج غنكتشفوهم في كل شخصيه، اشنو غادي يوقع ليها والمصير ديالها، واش غادي يرجعوا كيف ما كانوا في الاول ولا لا. المهم اصدقائي بسلام عليكم.